هذا واحد من أهل الكوفة راح التقى بالإمام الصادق بمكة أو بالمدينة ما أدري، سلم على الإمام الصادق. وهذا الشيعي بالكوفة كان أكو عنده جار أجلكم الله يشرب المنكر، جار حائط على حائط ومأذيه، تدري هذا ما ملتزم، يشرب بالليل يطلع يصيح، فاقد ما يفتهم يعني، فاقد الوعي إلى آخره. زين هذا عنده بنيات بالبيت، عنده ولاد، عنده كذا، يعني جار السوء يسوي حياة الإنسان جحيم. جار السوء يخلي حياة الإنسان جحيم يعني. فهذا من شاف الإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله لي إليك حاجة ادعوا لي. قال له شنو؟ قال له عندي جار سوء يشرب مأذيني يا ابن رسول الله ومسوي حياتي جحيم، ادعوا من الله أن ينتقم منا ويهلك وأخلص منه، ذبه بالتراب ونخلص منه. الإمام عليه السلام قال له من ترجع للكوفة راح تجي الناس تزورك باعتبار انت جاي مكة انت جاي لمكة وكذا، فهذا جارك هم راح يجي يزورك. من جارك يزورك قل له يسلم عليك جعفر الصادق ويقول اترك ما أنت عليه وأنا الضامن لك الجنة. هيك يقول له. قال له يا ابن رسول الله أولا هذا ما يستحق سلامك، هذا وين سلامك هذا. اثنين هذا مو على ولايتكم حتى أقول له يسلم عليك جعفر الصادق، هذا مو من أتباعكم. الإمام قال له يا كوفي، قال له نعم، قال له افعل ما أمرتك. سمعا وطاعة. رجع من بعد ما كمل الظاهر مراسيم الحج وشي، رجع للكوفة، جت الناس تزوره، حج مبرور سعي مشكور ذنب مغفور. هذا زاره قال له حج مبرور كذا سعي مشكور. قال له انت بعدك عديل؟ سولف لي، شفت بمكة ما شفت، شنو صار ما صار، ليش سولف لك؟ قال له والله جايب لك فد أمانة ما تستحق، بس إمامي أمرني شنو أسوي؟ قال له شنو الأمانة؟ قال له مريت هناك على إمامي جعفر الصادق، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، فما أحلى أسماءكم. علي الهادي يقول بزيارة الجامع وذكرتك يا إمامي. قال له بشنو ذكرتني؟ قال له قلت له هذا جاري مو خوش جار عليك ويشرب المنكر ومسوي حياتي جحيم، وطلبت من إمامي أن يدعو عليك الله يهلكك ويخلصني منك. قال له وإمامك دعا علي جعفر؟ قال له لا والله ما دعا عليك، ما قبل كلامي. قال له وشنو قال لك جعفر؟ قال له إمامي قال أبلغ جارك سلامي وقل له اترك ما أنت عليه وأنا الضامن لك الجنة، جعفر ضامن لك الجنة. هذا سمع الكلام قال له بالله عليك هكذا قال جعفر؟ قال والله هكذا قال جعفر. قال له شوف أقول لك، أنا مو من أتباع أهل البيت، ولكن أدري إمامك جعفر صادق ابن صادقين وطاهر ابن طاهرين، أدري ما دام جعفر هيك قال لك جعفر صادق، والله دز لي فرصة ما تتحصل، يعني إذا ضيعتها مرة ثانية ما حصلها. يا فلان من اليوم فصاعدا أنا على مذهب إمامك الصادق، أنا من أتباع جعفر بن محمد وأنا تائب إلى الله، وراح أبدي أقضي ما فاتني من صلاته وكذا وإلى آخره. يقول والله صاحبي تاب وصار خير وصار من أتباع الإمام الصادق، ولابد هم قام يبكي على الحسين. سايب الرواية ما مذكورة بس لابد هو من صار شيعي يعني قام يبكي على الحسين، لأن ما يصير يمر عليه يوم العاشر بلا دمع على الحسين. المهم يقول تمرض جاري من بعد فترة من الزمن، تمرض، دخلت عليه وهو يحتضر بسكرات الموت. يقول من أنا دخلت عليه فتح عينه قال لي لقد وفى لي صاحبك، وغمض عينه ومات. لقد وفى لي صاحبك، وفى ومات. يقول شيعناه ودفناه. يقول صار موسم الحج مكة وهناك كون إمامي الصادق. يقول استأذنت على الإمام الصادق، قيل له فلان الكوفي قال فليدخل. يقول دخلت. يقول بعدني ارتحت ويا الإمام قال لي يا كوفي لقد وفينا لصاحبي. بعد ما مسولف، لا قلت له صاحبي مات ولا مسولف وياه. قال لي يا كوفي لقد وفينا. قلت له أدري. دخلت على صاحبي يا جاري بسكرات الموت قال لي لقد وفى صاحبك، لقد وفى صاحبك.